حين يذكر اسم الثورة يسطع في الأذهان وجه رجل تحول إلى أيقونة خالدة، أرنستو تشي جيفارا، الطبيب الأرجنتيني الذي ترك حياة مرفهة وراءه ليخوض غمار النضال المسلح ويقف بجانب الفقراء والمستضعفين في مواجهة الإمبريالية والظلم. لم يكن مجرد مقاتل يحمل السلاح، بل كان مفكرا وكاتبا ورمزا عالميا ألهم الملايين من الثوار في كل بقاع الأرض. حكاية سائر عاش من أجل قضية ومات من أجلها ليبقى حيا في ذاكرة الشعوب إلى اليوم. اتولد أرنستو تشي جيفارا في يوم 14 يونيو 1928 في مدينة روساريو بالأرجنتين، وهو الابن الأكبر بين 5 أطفال في عائلة من أصول أيرلندية وإسبانية. نما في داخله في وقت مبكر شعور التعاطف مع الفقراء بحكم نشأته في أسرة يسارية. كان بيتعامل مع طائفة واسعة من وجهات النظر السياسية. لما كان شاب كان والده مؤيد قوي للجمهوريين من الحرب الأهلية الإسبانية، واستضاف كتير من اللقاءات بين قدامى المحاربين في منزله. وبالرغم من انه كان بيعاني من نوبات ربو حادة، الا انه برع كرياضي وتعلم السباحة ولعب كرة القدم والجولف والرماية، واصبح يقود الدراجات بدون كلل او ملل. اتعلم جيفارا الشطرنج من والده، وبدأ في المشاركة في البطولات المحلية لما بلغ عمره 12 عام. وخلال فترة المراهقة وطول حياته كان متحمس للشعر. كان منزله بيحتوي على أكتر من 3000 كتاب، وده اللي خلاه قارئ متحمس وانتقائي. اهتم بالقراءة عن كارل ماركس وأندري جيد وأميليوس الغاري وألبير كامو وفلاديمير لينين. ولما كبر اهتم بالقراءة عن أمريكا اللاتينية، وقرأ عنها لأكتر من كاتب، ودون أفكار العديد من الكتاب في كتابات خاصة بخط إيده مع مفاهيمه وتعريفه وفلسفات المثقفين البارزين من وجهة نظره. وقام ببعض الدراسات التحليلية لبوذا وأرسطو وفكرة نيتشه عن الموت. في عام 1948 دخل جيفارا جامعة بونيس إيرس لدراسة الطب، وفي عام 1951 أخذ أجازة لمدة سنة للذهاب في رحلة يعبر فيها أمريكا اللاتينية على الدراجة النارية مع صديقه ألبرتو غرنادو. وكان الهدف هو قضاء بضعة أسابيع من العمل التطوعي في مستعمرة سان بابلو لمرضى الجذام في البيرو على ضفاف نهر الأمازون. وفي الطريق إلى ماتشو بيتشو اللي بتقع أعلى جبال الأنديز، شعر جيفارا بالذهول لشدة فقر المناطق الريفية النائية، لأنه وجد الفلاحين بيعملوا في قطع صغيرة من الأراضي الزراعية المملوكة للأثرياء. واستخدم جيفارا مذكراته خلال الرحلة لكتابة كتاب بعنوان يوميات دراجة نارية، واللي وصفته نيويورك تايمز بأنه الأكثر مبيعا. ونال لاحقا في عام 2004 جايزة عن فيلم مقتبس منه يحمل نفس الاسم. وفي نهاية الرحلة وصل جيفارا لاستنتاج بأن أمريكا اللاتينية ليست مجرد مجموعة من الدول المنفصلة، لكنها كيان واحد بيتطلب استراتيجية تحرير على نطاق القارة. وعاد جيفارا إلى الأرجنتين وأكمل دراسته، وحصل على شهادة الطب في يونيو عام 1953. وخلال أسفاره إلى أمريكا اللاتينية استنتج جيفارا وجود اتصال وثيق بين الفقر والجوع والمرض، مع عدم القدرة على علاج طفل بسبب عدم وجود المال وغيبوبة استفزاز الجوع المستمر والعقاب اللي بتوصل الأب إلى قبول فقدان الابن على إنه حادث غير مهم، وهي نتاج الرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية. كل هذه التجارب أقنعت جيفارا أنه من أجل مساعدة هؤلاء الناس يحتاج إلى ترك مجال الطب والنظر إلى الساحة السياسية بحثا عن الكفاح المسلح. وفي سبتمبر 1954 وصل جيفارا إلى مدينة مكسيكو، وهناك اتعرف على هيلدا جاديا، وهي مواطنة من البيرو بتعمل في الاقتصاد، وكان لها العديد من المعارف السياسية بصفتها عضو في التيار اليساري. قدمت جيفارا إلى عدد من المسؤولين رفيع المستوى في حكومة أربينز، وتزوجها جيفارا في المكسيك في سبتمبر عام 1955. وعمل في المستشفى العام في قسم الحساسية، وكان بيلقي محاضرات في الطب في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك. والتقى هناك براؤول كاسترو وأصدقائه الكوبيين المنفيين اللي كانوا بيجهزوا للثورة وبينتظروا خروج فيدل كاسترو من السجن، الزعيم الثوري اللي شكل حركة 26 يوليو. ولما خرج من السجن قرر جيفارا
الانضمام للثورة الكوبية، ورأى فيدل كاسترو أنهم في أمس الحاجة إلى طبيب، إلا أن جيفارا شارك في التدريبات العسكرية مع أعضاء الحركة، وكان الجزء الرئيسي من التدريبات بيتمثل في تكتيكات الكر والفر وحرب العصابات. وخضع جيفارا لتدريبات أخرى شاقة، وانضم لهم جيفارا في حركة 26 يوليو اللي غزت كوبا للإطاحة بالدكتاتور باتيستا، اللي كان مدعوم من الولايات المتحدة، واللي كان بينظر لها جيفارا على إنها القوة الاستعمارية اللي من شأنها أن تعارض وتحاول تدمير أي حكومة بتسعى لمعالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المستوطنة في أمريكا اللاتينية وغيرها من البلدان النامية. وبسرعة برز دور جيفارا بين المسلحين، وتمت ترقيته إلى الرجل الثاني في القيادة، ولعب دور محوري في نجاح الحملة على مدار عامين من الحرب المسلحة اللي أطاحت بنظام الدكتاتور باتيستا. ونجحت قوات جيفارا في احتلال مدينة سانتا كلارا ليلة رأس السنة، وأعلنت الحكومة الثورية جيفارا مواطن كوبي تقديرا لدوره في الانتصار، وتولى منصب وزير الصناعة ورئيس البنك الوطني وممثل لكوبا في الخارج ومتحدث باسمها في الأمم المتحدة، ووضع قانون الإصلاح الزراعي وأعاد توزيع الأراضي على المزارعين. كره جيفارا اتكال الثورة الكوبية على الاتحاد السوفيتي، واستمر في ابتكار وسائل أخرى للحصول على التمويل، لأنه الوحيد اللي كان دارس فعلا أعمال كارل ماركس بين قادة حرب العصابات المنتصرين في كوبا، لأنه كان بيحتقر التحريفيين ومافيا الحزب اللي صعدوا على أكتاف الآخرين في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وفي كوبا أيضا. وفي عام 1959 بعد إطاحة الثورة الكوبية بحكم باتيستا الموالي لأمريكا، أعلن فيدل كاسترو توجه بلاده نحو الشيوعية وتحالفهم مع الاتحاد السوفيتي، والتحول ده أثار غضب واشنطن، واللي رأت في كوبا تهديد شيوعي على بعد 150 كيلومتر من شواطئها، فوضعت خطة للإطاحة بكاسترو، وبدأت بتدريب 1400 مقاتل كوبي من المنفيين المعارضين لكاسترو. والخطة كانت إنزال هؤلاء المقاتلين في خليج الخنازير جنوب كوبا لإشعال انتفاضة داخلية ضد كاسترو. وفي 3 أيام فشلت الخطة فشل ذريع، وزادت قوة تحالف كوبا والاتحاد السوفيتي، وده اللي أدى لاحقا لأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وفي عام 1964 ترأس جيفارا الوفد الكوبي لإلقاء كلمة كوبا في الأمم المتحدة، وخلال كلمته انتقد عدم قدرة الأمم المتحدة على مواجهة السياسة الوحشية ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وشجب سياسة الولايات المتحدة تجاه السكان السود. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. خلال تواجده في نيويورك تعرض لمحاولتين اغتيال فاشلتين من قبل منفيين كوبيين أثناء تواجده في مجمع الأمم المتحدة. وفي 12 يونيو 1959 أرسلوا فيدل كاسترو لمدة 3 أشهر في جولة شملت جمهورية الصين الشعبية ومصر والجزائر وغانا وغينيا ومالي وداهومي وتنزانيا. وفي 24 فبراير 1965 كان آخر ظهور لجيفارا في ندوة اقتصادية عن التضامن الأفرو أسيوي في الجزائر. ونشأت الخلافات بين كاسترو وجيفارا بسبب كوبا واقتصادها اللي أصبح أكثر اعتمادا على الاتحاد السوفيتي، وبسبب الضغوط اللي كانت بتمارس على فيدل كاسترو من قبل المسؤولين السوفيت الرافضين لسياسة جيفارا الموالية للصين الشيوعية. وبدأ كاسترو ياخد حذره من تزايد شعبية جيفارا، واختفى جيفارا لمدة عامين. ونشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية شائعات تدعي فيها اختفاء جيفارا في ظروف غامضة ومقتله على يد زميله في النضال القائد الكوبي فيدل كاسترو. فاضطر الزعيم الكوبي الكشف عن الغموض وأدلى بخطاب جيفارا اللي ورد فيه تخليه نهائيا عن مسؤولياته في قيادة الحزب وعن منصبه كوزير وعن رتبته كقائد وعن جنسيته الكوبية، مؤكدا حبه العميق لكاسترو والكوبا وحنينه لأيام النضال المشترك.
وقرر جيفارا مواصلة الكفاح في الكونغو، وقاد حركة تمرد كان محكوم عليها بالفشل على الرغم من تحذيرات الرئيس الجزائري أحمد بن بلة والرئيس المصري جمال عبد الناصر اللي كانت بتجمعه به علاقات أخوية، وقال له إن خطط القتال في الكونغو غير حكيمة. وفشلت الثورة في الكونغو، وعاد جيفارا بسبب مرضه و7 أشهر من خيبة الأمل والإحباط. واستأنف الكفاح مرة أخرى في بوليفيا، لكنه فشل أيضا في تأجيج الثورة هناك، وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية على علم بمكانه، فأخبرت القوات البوليفية بموقع جيفارا وفرقته. وبعد مطاردة استمرت لأسابيع، تمكنت القوات البوليفية من القبض على جيفارا. وفي 9 أكتوبر عام 1967 توقفت أنفاس تشي جيفارا، لكن صوته لم يتوقف أبدا، وفي لحظاته الأخيرة لم يصرخ ولم يطلب الرحمة من جلاديه، بل واجه الموت بابتسامة هادئة، وكأنه يعلم أن الرصاص لن يقتل الفكرة. أعدم جيفارا في مدرسة صغيرة ببلدة لاغيرا في بوليفيا، لكن بعد دقائق قليلة من سقوط جسده ولدت الأسطورة. تحول اسمه إلى رمز، وصورته إلى أيقونة، وأفكاره إلى نداء خالد يملأ العالم. قد يستطيعون قتل الرجل، لكنهم لن يستطيعوا قتل الثورة. هكذا رحل جيفارا، الطبيب الذي حمل السلاح، والمقاتل الذي آمن بالإنسان، والرجل الذي علم العالم أن الحرية لا تمنح بل تنتزع. Patria o muerte. Вот как-то так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты чё, дура, плачешь? Дай угадай, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась, глаза мои тебя не видели.